شكون فينا ما كيحماقش على امل، وخصوصا الا كان بدون مكسرات وغير بواحد المكون معروف واللي هو زريعه الكتان. اغلب الناس كيحمصوه بطريقه غلط، ففي هذا الفيديو غادي نوريكم الطريقه ديال التحميص ديالو اللي تخليه يبقى محافظ على المنافع او الفوائد الصحيه ديالو. فاول حاجه كناخذ مقلاة كنحطها فوق النار حتى تسخن، وبمجرد ما نفرغ زريعه الكتان على المقلاة كنطفي النار وكنبقى نحرك باش توزع عليها ديك الحراره، لاننا هنا بغينا غير نصهدوها ماشي نحمروها. وكناخذ نصف الكميه كنطحنها باش ما تغلبنيش، والمقدار اللي استعملت هو 200 غرام. كنزيد عليها 2 معالق كبار من السكر ثقيل، والسكر كيبقى على حسب الذوق، مع كاس الا ربع من زيت الزيتون. كنعاود نطحن مزيان حتى كنتحصل عليها بهذا القوام، وكنفرغ املو ديالي في قريعه ديال الزاج، طبعا تكون معقمه. كنأكد على زريعه الكتان ما خصهاش تحمر بتاتا، لانها كتحتوي على زيوت اللي كتحول لماده سامه ومسرطنه هذه الا تحمرات، وبالتالي كتفقد القيمه الغذائيه ديالها. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتجربوا الوصفه.